كيفاش ما شاركتش معكم من قبل طريقتي في تحضير الكسره المحشيه. لاباط تاعها تجي كاطو والداخل تقطر بالبنه. غير تلف لي واش ندير العشاء نروح نديرها. الحاجه الاولى لا فارس تاعنا نسحقوا البصل اللي كنت رحيته 2 مغارف كبار تاع زيت، وعندي شويه بولي اشي ملح فلفل كحل وشويه تاع خليهم يتقلاو ونروح ندير لاباط تاعنا. عندي 2 كيسان تاع سميد رطب، كاس تاع الفارينه. هنا استعملوا كاس يكون كبير شويه، ديروا شويه سانوج، مغرفه كبيره تاع السكر، مغرفه صغيره تاع الملح، نص كيس تاع خميره كيميائيه، وعندي فوق ربع كاس تاع الزيت، ماشي نص وماشي ربع. بسوهم مليح بهذه الطريقه وزيد لهم كاس غير ربع تاع حليب يكون دافي وكملوا بالماء. طموا لاباط تاعكم ما تكون يابسه ما تكون طريه. كي تطموا لاباط تاعكم شوفوا كتسروها واحد ديروا هذه الطريقه واحد 3 مرات برك 8 دقائق. نديرهم في الساشي ونروح نشوف الدجاج تاعي بعد ما تقلى، وراح نزيد له قطعه الجبن هذه كويستو تاع تارتين، وزيدوا لهم 3 مغارف كبار تاع حليب ولا كريمه سائله. شوفوا هذه القطعه تاع الجبن هي رايحه تخلي لافارس تاعنا تجي مشمخه وبزاف بنينه، يعني لاباط عفوا الكسره تاعنا مش حتجي يابسه. على قلت لكم ديروا كاس كبير باش يخرج لكم 4 بول، حب يقول 2 خبزات زعما 2 كسرات. ديروا بهذه الطريقه، حلوها رقيقه، ديروا لافارس تاعكم، زيدوا شويه شيدار اذا حبيتوا، وبداو تغلقوا الجوانب، وكي تغلقوها زيدوا حلوها شويه، وإلا حبيتوها خشينه ما تزيدوش تحلوها. بعد ما سخن الطاجين تاعي نروح نحطها كيما شفتوا الطريقه كيفاش رفتها للمبتدئات، هكذا ما تخافوهاش تكسر لكم. ما تنساوش تقبوها وشوفوا كيفاش قلبتها، يعني بلا ما نكسرها وبلا ما نخسر الشكل ديالها. قاعده تقلبوا هكذا باش تدي لون واحد وتجي محمره. الله، نتمنى تجربوا الوصفه، راكم رايحين تدعوا لي وما تنساوش ديروا جيم.